كل الديمقراطيات تاع اوروبا زادت هنا. الثوره الاسبانيه كانت هنا، الثوره اليونانيه كانت هنا، ماريو سواريز كان هنا. الناس هادوك كلاو البلاد ومازالوا طامعين باش ياكلوا. 600,000 باقي لنا. 30 مليون 60 حليم و12 ماتون 30 بيبي و60 دجاجه 12 فلوس. يا اخي شحال وانا نادي 3 سنين وانا نادي. ونعرف قيمة الحرب ونعرف قيمة البارود. اليوم لأول مرة سواء فرنسا ولا حنا ونشارج لابيزمون، لأن الصراع اللي كنا داخلين فيه ممكن يتحل. الذاكرة حنا فهمنا بلي الذاكرة ما نسمعش فيها، ولكن الذاكرة حصول. أنا واعر 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 واعر. 2030 لا كوب دي موند تكون في الجزائر، في اسبانيا، البرتغال. الرئيس تبون راك ما كتاكلش اللوبيا، راك تعوم فيها. لا هذه ما فيها حتى هضره هذه. ما فيهاش نقاش. وشكون اللي قالها لك؟ ويقولها في التلفزيون العمومي. شوف تلفزيون. أعلنت الفيفا اليوم رسميا من سينظم كأس العالم سنة 2030. 3 دول ستحظى شرف تنظيم هذا العرس الرياضي، ألا وهي أسبانيا، البرتغال، وبلد آخر في شمال إفريقيا. الجزائر بلد شمال إفريقيا، واللي فاهم يفهم لي. والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. هذا هو كيفو بريباري من دروك. احنا قوة ضاربة في إفريقيا، حب من حب وكره من كره. عاش من ضاربة انت ضاربك الله. راه المغرب هو اللي غينظم كاس العالم، أساعدة اللوبيا. أنا اليوم أو بلحظة هذه الأيام لما عدت قادر على الكتابة أو الحديث في مجال الرياضة. علاش؟ أنا ما نفهمش. أنه المغرب سينظم نهائيات كأس العالم برفقة إسبانيا والبرتغال. هذا الشيء مش صح. تجي تقول لي انايا هذا القرار ده انا رافضه. اش من قرار راك تبهدل فينا؟ واش نسيتي راسك؟ انا اللي كنقرر وجه اللوبيا. اسمع لقجع اش كيقول، الناس راهم يخدموا وانت راك تحلم وتبهدل فينا. الا شتي الفيديو عجبك ما تنساش دير لايك، اشتراك طبعا الى اول مره كتشوف القناه وبغيتي تتابعنا دير اشتراك وفعل خاصيه الجرس باش ديما يوصلك الجديد ان شاء الله. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد.